في وقت معين كده كل واحد فينا بيبص حواليه ويسأل نفسه، أنا بعمل اللي عليا بس ليه مفيش نتيجة؟ ليه دايما بحاول بس مش شايف حاجة؟ ليه حاسس إني مستني ومفيش حاجة بتتحرك؟ حاجة كده بنسعى عليها بكل ما فينا من طاقة، بنحاول ونجرب ونقع ونقوم، ونحاول تاني ونجرب تاني ونقع ونقوم، ومع كده بنفضل حاسين برضه باللي احنا عايزينه وبنتمناه ده بعيد قوي. بس خليني أسألك حاجة، هو الرزق دايما بيجي وقت ما احنا عايزين، ولا ساعات بيجي عن طريق تاني خالص واحنا مش متوقعينه؟ في بودكاست النهاردة هنتكلم عن الرزق. الرزق مش بس فلوس، لا، الرزق أوسع من كده بكتير. تعرف إن رزقك ممكن يكون في راحة، ممكن يكون في شخص، ممكن يكون في فكرة، ممكن يكون وقت، ممكن يكون حضن دافي، ممكن كلمة تطمن قلبك. النهاردة خلينا كده نروح شوية في معنى الرزق ده، وهنحكي حكاية وهنعرف فيها إن الرزق ممكن يجي من غير ميعاد. كان في شاب اسمه آدم. الشاب ده كان لسه متخرج، كان نفسه يشتغل في شركة كويسة ويثبت للناس ولنفسه إنه يقدر. قعد يبعت السي في بتاعه كتير جدا، وحضر كمية انترفيوز رهيبة، وكان بيستني منهم أي مسج تقول إن هو accepted. بس للأسف كان دايما بيقولوا يا إما هنكلمك، يا إما أسفين مش دلوقتي، أو ما يردوش أصلا. كان كل يوم بيصحى بنفس الأمل إنه هيتقابل النهاردة، بس بينام بنفس الإحباط، مفيش أي حاجة اتغيرت. يوم من الأيام قرر إنه يغير الروتين. قال أخد اللابتوب بتاعي وأروح أي كافيه جديد، يمكن أي حاجة جديدة تحصل في الحياة. وقعد يذاكر كورسات على أمل إنه يطور نفسه، ونسى أصلا إن معاه السي في بتاعه موجود معاه في الشنطة، وحاجات منه وقعت كده واتبهدل مرة واحدة. عادي يعني، أي زي حاجات اللي بتحصل لنا كلنا. بس ما خدش باله إن السي في بتاعه وقع وهو مش واخد باله أصلا إن هو وقع. ففي واحد لقاه وكلمه وقال له أنت كنت فين يا ابني؟ احنا بندور عليك، احنا لسه شركة ستارت اب وبندور على حد بالمواصفات دي عندك. فآدم افتكر اللحظة دي طول عمره، مش لأنه لقى شغل، لأ، لكن علشان كانت لحظة رزق حقيقية، ما جاش من سعي مباشر، لكن جا بعد ما هو تعب وصبر وقرر يكمل. الرزق مش دايما بيتقاس باللي في جيبك على فكرة، في حاجات ما بتتعدش بس بتتعيش. يعني مثلا ممكن الرزق يكون شخص دخل حياتك وغير، كلمة من حد غريب هونت عليك كتير، أو وقت تسمع بس في نفسك بعد زحمة اليوم، أو ضحكة ضحكتها وانت مهموم. حاجات كتير ممكن تكون شكل من أشكال الرزق لو احنا مش واخدين بالنا. علشان كده دايما بنقول إن السعي مطلوب أكيد، بس ما نتعلقش، علشان التعلق ده هو اللي بيوجع أكتر. يعني مثلا أنا عايزة أشتغل شغلانة معينة، أو أنا بحب حد معين، بس لا ده جه ولا ده جه. هقعد هنهار هبكي كتير، هزعل أكيد بس هفتكر إن أنا أكيد ليا خير في حاجة تانية قدام. أكيد الرزق جاي بشكل أحسن، وده رزقي مش هنا، لا في الشغلانة دي ولا مع البني آدم ده. بتحصل عادي. والرزق كمان بيجيلك لما ترضى، لما ما تبصش في ايد غيرك وتحس انك ناقص. ابدا، كل واحد ليه رزقه وليه طريقته وليه توقيته. مش معنى مثلا ان حد اتجوز قبل التاني هو كده التاني ده ناقص، لا، ممكن التاني ده عنده مميزات مش عند اللي اتجوز بدري، عادي جدا. وممكن كمان واحد سافر وراح وشاف الدنيا بس وحيد، مع ان التاني اللي بيبص عليه شايف ان هو مبسوط وبيسافر وبيروح ويجي، وهو قاعد هنا وسط اهله وصحابه. بجد هو في عزوة. كل واحد ليه رزقه، والرزق
محتاج يقين أكتر بكتير ما محتاج مجهود. يعني عشان ساعات الخير بيبقى جاي بس جاي مثلا من دعوة انت ناسيها، من خطوة صغيرة عملتها من شهور، مثلا حد دعالك في الطريق، عملت خير ونسيته. كده كده الرزق جاي، بس انت اصبر. الرزق مش دايما عن الكتير، ساعات بيكون عن الكفاية، عن الطمأنينة اللي بتملي قلبك، على انك تحس بس انك في المكان الصح، وتحس ان انت تمام. على فكرة حتى لو ما وصلتش، بس الكفاية احساسك ده رزق برضه. يمكن انت دلوقتي مستني حاجة معينة، بس صدقني الخير دايما ليه ميعاد، والميعاد ده لما بيجي بيغير كل حاجة. وساعات كتير كل حاجة بتتغير للأحسن، بس لو احنا مؤمنين بده، مؤمنين ان رزقنا هيجيلنا عاجلا ام اجلا. وده كان بودكاست قبل النوم. لو الحلقة لمستك ابعتها لحد مستني حاجة، يمكن تكون سبب انه يصبر شوية كمان. مستنيني في الحلقة الجاية بحكاية جديدة من اللي بنقفل بيهم يومنا وبنفتح بيهم أبواب الرب. تصبح على خير وسلام من كل القلب.